استيقظت مدينة الجديدة صباح اليوم الاثنين على وقع حادث أليم ذهب ضحيته طفل يبلغ من العمر 15 سنة بعد أن صدمته حافلة لنقل المسافرين في ظروف مأساوية. ووفق شهود من عين المكان فإن الطفل كان يستعد للذهاب في رحلة استجمامية نحو البحر رفقة أصدقائه منتظرا داخل المحطة وهو يحمل حقيبته قبل أن يفقد سائق إحدى الحافلات السيطرة على مركبته لتتجه نحو عدد من السيارات المتوقفة وتصطدم بالضحية ملحقة به إصابات بليغة على مستوى الرأس والجسم عجلت في وفاته في عين المكان. واستنفر الحادث المأساوي عناصر الوقاية المدنية التي تدخلت لنقل جثمان الطفل في أكياس بلاستيكية وسط حالة من الصدمة. من جانبها بشرت السلطات الأمنية تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في مسعى لتحديد أسباب وملابسات الحادث والمسؤوليات المترتبة عنه. وخلف الحادث موجة من الحزن العميق في صفوف الشهود الذين لم يتملكوا أنفسهم أمام هول المشهد، خاصة وأن الطفل كان يستعد ليوم ترفيهي قبل أن تنتهي حياته بشكل مأساوي. وفي ظل هذا الحادث المؤلم تتعالى دعوات المواطنين بضرورة تشديد إجراءات السلامة داخل المحطات الطرقية ومراقبة الحالة التقنية للحافلات وكفاءة وسلوك السائقين تفاديا لتكرار مثل هذه المآسي.